العراق انتصر على السودان بثنائية ويتأهل إلى الربع النهائي في بطولة كأس العرب. المنتخب العراقي كأنه يقول إنه أنا صاحب هذه البطولة وما حد يقدر يفوز علي. ما شاء الله تبارك الله، مستوى جبار من المنتخب العراقي. مهاجم المنتخب العراقي مهند علي تحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، مو بس في مباراة اليوم أمام السودان، حتى في مباراة البحرين تحصل على جائزة أفضل لاعب. ما شاء الله تبارك الله، مهاجم راح يعتمد عليه المنتخب العراقي كثير كثير، وقدامه مستقبل ما شاء الله تبارك الله. هذه ترتيب المجموعة الرابعة، والترتيب بعد فوز العراق على السودان شيء أكيد. بطل هذه البطولة العراق بصدارة، والجزائر بالوصافة، والسودان في المركز الثالث بنقطة، والبحرين اللي أشوفه ما قدم مستوى في هذه البطولة بصفر نقطة. البحرين منتخب كبير وعنده لعيبة مميزين وعنده حارس كويس ومدرب كويس. ان شاء الله في السنين القادمة يتأهلوا ويفوزوا في ذي البطولة بإذن الله. اتمنى من اي شخص ضايفني على تيك توك او في اي منصة اخرى يضيفني في البرنامج الاحمر، نبى نوصل 1000 مشترك قبل نهاية السنة. الرابط في البايو. والحين بستفرد في جمهور السودان والمنتخب السوداني. انا ما راح اقول هارد لك للمنتخب السوداني، راح اقول الف مبروك لانكم انتم اضفتوا نكهة في هذه البطولة. فايزين مبتسمين، خسرانين مبتسمين، اقسم بالله سعادة، والله سعادة. الواحد يتمنى انه يكون سوداني. كنت اتمنى من هذا الشعب العظيم، المنتخب العظيم العريق، انه يفوز في هذه البطولة بسبب الشيء اللي صاير معاهم حاليا. الله يوفق السودان ويحميكم ويحفظكم يا رب من كل شر. الآدمية هذه المفروض ما ترجع البيت وهي زعلانة. راضوها يا جماعة الخير.